الكراسي نفس ما هي. والله هذا حال الكثير من وزارات ومؤسسات الدوله، يعني احنا قاعد نروح نراجع وقاعد نشوف. فالله يعين استاذ باقر. لكن اذا نروح حق موضوع استاذ زيد، موضوع شراء الاصوات، هذا الموضوع يعني صار عليه زخم اعلامي كبير الفتره السابقه، وصار في كلام ومداهمات من قبل وزاره الداخليه مشكورين، وتم اعتقال مجموعه ايضا من مرشحين مناديب بشراء الاصوات. هل تعتقد ان اللي حصل الايام السابقه من مداهمات ومن اعتقالات وغيره راح يصير له تاثير على نتائج هذه الانتخابات اليوم؟ أول شيء بتكلم عن شراء الأصوات اللي هو يسمى المال السياسي. هو خلينا نكون صريحين، المال السياسي اللي هو شراء الأصوات موجود بالآن وموجود في السابق. نعم. ما جبنا شيء جديد، وموجود في عملية الانتخابات في الكويت، وأيضا في موجود أغلب الأنظمة في العالم. نعم. الانتخابية في شراء الأصوات. لكن احنا نحاول أن نحد من كثرة شراء الأصوات أو زيادة المال السياسي. بنحاول كثر ما نقدر أن نحد من كثرتها. يعني أنا الأمانة ألوم يعني وزارة الإعلام، يعني ألومها أن هي المفروض أنت يا وزارة الإعلام أن تبينين للشعب الكويتي وتزيدينهم وعي، أن مو بس أن والله لا تبيع صوتك ولا لا، المفروض أن تبينهم أن ترى هذا الفعل مجرم قانونيا، ومن يبيع صوته أو يقوم بشراء الصوت كلاهما فاعلان أصليان في هذه الجريمة. نعم. إذ أن يعني الأمانة ترى هو كل شخص يدخل في هذه العملية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، تعتبر جناية، ومبلغ غرامة وغدرة من 2000 إلى 5000 دينار، أو العقوبتين هاتين معين. نعم. يعني على وزارة الإعلام أيضا أن توعي هذا الشعب الكويتي، البعض منا أن توعيهم في هذه المسألة. وأيضا أشيد بفعل وزارة الداخلية الآن. يعني وزارة الداخلية ما قصرت الآن، شفنا في تحركات وشفنا تجاوز الأخطاء السابقة. إذ أن في الانتخابات السابقة رأينا أن في مثلا مسكنا نائب يشتري أصوات، زين، ولكن لما يوصل المحكمة ياخذ براءة، حكم براءة، والغاء الحكم الغاء الحكم أول درجة وياخذ حكم براءة. نعم. لماذا؟ إذا أنا خطأ في الإجراءات من وزارة الداخلية. يعني الغلطة هذه خلت وزارة الداخلية تقوم بإجراءاتها السليمة والصحيحة، وأخذت كافة الإجراءات القانونية الصحيحة والسليمة، وقامت بالضبطية على هذه العملية شراء الأصوات. يمكن هذه الإجراءات تكلمت عنها أستاذ زيد، لكن لما نتكلم اليوم عن مدى تأثير